عشان يكون في تواصل ما بين الولاد وما بين اهاليهم، اول حاجة اللي مسؤول عن التواصل هو بقي وداني حضني. بقول الكلام ده لبابا وماما والابن الحلو والبنت الحلوة. انا محتاج بق فم أعلن من خلاله لكل أفراد البيت بكلام كتير: أنا بحبكم. هذا الفم الصامت للأب للأم للابن للابنة بيخلي البيت جامد. نمرة 2، أنت محتاج ودان تسمع. ممكن بابا وماما، ممكن أنتي ما اتكلمش ولا اسمع، إنما اترمي في حضن بابا، أحضنه حضن جامد، ده تواصل. ممكن بابا يبادر انه يحضني. قلة الاحضان في البيت خطر شديد، نقص في العاطفة. ده انا ابويا عمره ما حضني، انا مش بقلب عليك المواجع، ده انا امي عمرها ما طبطبت عليا، طول النهار بتشخط فيا. عدى الوقت؟ لا، ما عداش الوقت بخصوص التواصل. فيا اللي بتسمعني من فضلك بادر، ان كنت ابن او ابنة او اب او ام. على فكرة في مخزون في فمك تقدر تعلنه، وايضا عندك اذن واستماع جيد، وايضا عندك حضن. من فضلك بادر، والهي التعويضات يعوضك عن كل الازمنة اللي راحت ما كانش فيها تواصل.